عيش، حرية، عدالة اجتماعية. العقارات في مصر سنة 2011. سنة 2011 النظام وقع وكمان الاقتصاد وقع، بس في قطاع واحد بيحاول يقف على رجله وهو العقارات. الثورة قامت من هنا والأسواق كلها اتلخبطت والسياحة وقعت والاستثمارات هربت. السياحة نزلت لأكثر من 55%. الاحتياط النقدي نزل من 36 مليار دولار لأقل من 15 مليار دولار. البطالة وصلت ل 13%. وفي وسط ده كله كان في ناس بتدور على الأمان لفلوسها، لا بنك مضمون ولا بورصة ثابتة. ومن هنا العقارات بدأت تتحول من مجرد بيوت لحصالة فلوس.